مع بداية فصل الشتاء ونهاية سنة 2022 قررت أعيش في سيوة لمدة شهر علشان أستمتع بالأجواء الخيالية لسيوة في الشتاء وأحاول أستكشفها وأفهم أكتر عن عادات وتقاليد المجتمع السيوي بشكل حقيقي بعيد عن النظرة السياحية المعتادة. أنا عمار، وفي الفيديو ده هحكي لكم إزاي قعدت 35 يوم في سيوة في الشتاء معتمد بشكل كامل على التخييم. ابتديت رحلتي بمشاركة من أصدقائي خالد وباسم لمدة أسبوع. اتجمعنا عندي في البيت وجهزنا شنطنا والأدوات اللي هنحتاجها للسفر والتخييم، وبعدين اتحركنا بباص غرب الدلتا من اسكندرية لسيوة في 8 ساعات علشان نوصل للمكان اللي هيكون بيتي لأكتر من شهر، واللي هو عبارة عن بيت تحت الإنشاء وسط النخيل في قلب الواحة، ملك الصديق عرض عليا إننا نستخدمه ونخيم فيه عشان يساعدنا ويحمينا من برد سيوة بالليل. أول ما وصلنا البيت نضفنا الأوضة اللي هنبات فيها وابتدينا نعزلها باستخدام طبقات عزل من الفوم جبناها معانا، وبعدين فرشنا الأرضية فرش بسيط وبالسليبنج باجز عشان النوم. وبالرغم من إن الجو كان بيبقى برد جدا في بعض الليالي إلا إني ما كنتش محتاج حاجة أكتر من كده. عندي سقف وحيطان ومية وجنينة قدام البيت فيها عين مية طبيعية من تحت الأرض أقدر أنزل فيها في أي وقت، واللي كانت خطوتنا التانية إننا نفضيها وننضفها بمساعدة صديقنا السيوي الجميل يوسف. وعلى الرغم من إن البيت بالمعايير العادية يبان مش متأمن كويس، إلا إننا كنا دايما حاسين بالأمان، وكنا دايما بنسيب كل شنطنا والأجهزة اللي معانا وإحنا بره، لأننا كنا متأكدين تماما إن إحنا هنرجع نلاقيها زي ما هي، لأن الأمان اللي شفته في سيوة حقيقي ما شفتوش في حتة تانية في مصر. المحلات دلوقتي كلها بتقفل في منطقة البازارات عشان صلاة الجمعة، تلاقي معظم الناس سايبين البازارات مقفولة زي ما هي عادي، كله بيروح عشان الصلاة، كل حاجة بتبقى محطوطة بره عادي جدا. النهاردة الجمعة أذان ورانا، ففي الغالب كل الناس دلوقتي عشان خاطر الصلاة المحلات بتتقفل، حاجة تتساب بره. توتال سيف، مفيش حد هنا هياخد حاجة. سيوة. والأمان مش بس موجود في الأماكن العامة أو الشوارع، الأمانة بشكل عام حاجة طبيعية جدا ومتأصلة جوه الناس، وده بيخلي الطبيعي إنه لو حاجة ضاعت منك النسبة الأكبر إنك تلاقيها. أنا لسه حالا ناسي الموبايل بتاعي في التوك توك، ورنيت عليه من أول مرة، حد رد عليا وقال لي تعالى موبايلك معايا. بدور عليه مش عارف هو فين، بس في الغالب هنلاقيه. هو قال لي عند الباب انشيل عشان اشوفه عند الفندق، عشان مش عارف اصلا هو قصده عند الشارع بره ولا ايه. هخش اشوفه، بس يعني من اول مره رنيت عليه الراجل رد وقال لي انا عمال ادور عليك. انا عند الباب انشيل. شافني شاور لي كمان. سيوه. انا كنت متخيل ان انا سبته في البيت، بس اول ما لقيته يعني رد. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ معلش، شكرا جزيلا والله، الراجل محترم حتى يعني مش راضي. ينفع كده؟ نسيت الموبايل بتاعي والراجل جابهولي اهو. وده بياخدنا للكلام عن الكنز الحقيقي في سيوة في رأيي. الناس في سيوة ودودين ومرحبين جدا بالأغراب، ودايما عندهم الاستعداد لتقديم المساعدة والتعاون مع أي حد، وده دايما كان بيظهر لي في كل المرات اللي كنت بقرر اتمشى فيها في الشوارع. دايما كان في حد بيقف يعرض عليا انه يوصلني في طريقه، سواء كانت عربية او توك توك او موتوسيكل. من اجمل العادات هنا في سيوة ان انت لو مثلا بتتمشى ورايح السوق، بتمشي على طريق، يعني انا بيني وبين السوق 900 متر، اقل من كيلو، ودايما كل ما ابقى باجي عشان اتمشى اي حد معدي في الطريق لو فاضي بياخدني. سوق. السلام عليكم. لسه بنتكلم لقينا الراجل المحترم ده جه خدنا اهو في سكته. عادة اهل سيوة يعني ما يتخيروش. بقول ان الناس هنا في سيوة دايما اول ما تبقى ماشي على الطريق ويلاقيك في طريقه ودايما بياخدك، يعني ما يوقف لو هو فاضي، دايما بياخدك في طريقه. فدي عادة طيبة بصراحة، يعني مش موجودة عند كل الناس او كل الاماكن، شفتهاش غير في سيوة يعني. وما ينفعش ابقى بتكلم عن الناس وما احكيلكمش عن صديقي عبد الله كوشة، واحد من الكنوز الحقيقية اللي خرجت بيها من رحلتي في سيوة، واللي بمجرد ما تعرفنا وبقينا اصحاب فتح لي بيته وعرفني على اسرته وعزمني على وليمة سيوية معمولة بكل الحب والكرم اللي في الدنيا. واقفين ايه في ميدان السوق بالليل، يبقى مستنيين مين؟ يا باشمهندس حبيبي، ايه الاخبار؟ زي الفل. يلا بينا. نبدأ جولتنا الليلية مع الباشمهندس عبد الله كوشة. ايه الاخبار؟ زي الفل. عامل ايه؟ من اليوم الاول اللي عبد الله عرف فيه اني مهتم بفهم وتوثيق الحياة في سيوة، وهو بقى عيني اللي بشوف بيها الواحد. يوميا يعدي عليا بالموتوسيكل ياخدني يوريني مكان جديد، او نحضر سوا اي مناسبة او حدث تساعدني ان اشوف وافهم الحياة الحقيقية للمجتمع السيوي. من
اشهر وسائل الترفيه بالنسبه للشباب في سيوه هي قعدات الزردة، تجمع الاصدقاء مع بعض في مكان يقضوا فيه وقت لطيف مع بعض. النهارده صديقنا عبد الله دعانا ان احنا نحضر زردة مع اصدقائه، فهنروح ونشوف الاجواء بتبقى عامله ازاي، لان دي يعتبر كانت واحده من اهم واقدم وسائل الترفيه بالنسبه للشباب قبل الكافيهات وقبل الكامب. صح يا عبد الله؟ مظبوط. دي كانت وتعتبر مازال المرجع الاساسي لكل الشباب. بيتجمعوا في مكان بيقولوا عليه الدار. المكان اللي الشباب بيقعدوا فيه. بيسهروا يتسامروا يتكلموا في مشاكلهم، يفضفضوا مع بعض، بتبقى مع نهايه اليوم يعني. اول ما وصلنا مكان الزردة واللي كانت اوضه بسيطه جدا على اطراف الواحه، ابتدى اصدقاء عبد الله يوصلوا في نفس الوقت اللي كان الشيف يحيى بيجهز لنا فيه الاكل وبيعمل لنا احلى مبكبكه وفراخ ممكن تاكلهم في سيوه. الله عليك يا يحيى، الله عليك. الحركه تلاقي في ممنيخ الشيف براك. يا مان. لا الشيف براك هو بيفضي بيضحك وبيبص على الكاميرا. بيصور؟ طيب نرجع من الاول؟ لا احنا زي الفل ما تقلقش. جاب لك تاكل معايا اللي عايز يشرب احنا شبابي كده يعني، مش الله. انت مش في مطعم 5 نجوم على فكره. انا بشوف في الشاي 24 جرام. بس ما تقور بس انت بعد يسبق ما يسبق اكل والله احلى نخمم. الله. قعدة الزردة البسيطة دي رغم انها كانت في اخر الليل والجو ساقع، الا انها كانت من اهدى والطف اللحظات اللي عدت عليا. قعدة كلها هزار وضحك ومحبة وكرم حقيقي هتحس بيه طول الوقت في سيوة بصورة ما. الراجل المحترم ده قابلنا شافنا واقفين فقال لنا لازم تاكلوا تجربوا التمر بتاعنا. هو فعلا تمر رهيب يعني، سكر رهيب، سكر طبيعي طبعا. ده اسمه ايه قلت لي؟ طبطق. اوكي بس جميل، تسلم ايدك، شكرا على العزومة، شكرا جزيلا حبيبي، تسلم، شكرا. لا تمام شكرا. والله كنا واقفين في الشارع، والله واقفين في الشارع، هو عدى لقيته بينادي عليا، ما كانش شايف الكاميرا خالص، هو جاست عدى. قال لي بقول لك ايه، تعالى خد بص هنا. انا مش يعني مفكره عايزني اساعده في حاجه او كده، فرحت فقال لي مد ايدك وكل من التمر ده وبس. وبعدين يعني افتكرت بقى بعد ما الحوار ده دار ان انا ارك الكاميرا، بس والله حتى ما كانش شايفها. تجربة التخييم في سيوة لأكتر من شهر اتاحت لي الفرصة ان اشوف سيوة بشكل حقيقي، وان اقابل واتعرف على ناس من افكار وثقافات مختلفة، وخلتني اكون ممتن للحاجات البسيطة الحقيقية زي كوباية الشاي على الفحم من ايد صديقي يوسف، او جولات المشي اللانهائية وسط نخيل الواحة، واللف العشوائي بالموتوسيكل مع صديقي حسين، ومشاهد الشروق والغروب المبهرة اللي لا يمكن هتشوف ليها مثيل في اي مكان تاني زي سيوة. في الفيديوهات الجاية هشارككم المغامرات والأنشطة والأماكن اللي اكتشفتها وصورت فيها في سيوة، وتجارب لذيذة ومختلفة للأكل السيوي والأماكن مختلفة ومتنوعة للإقامة. لو عجبك الفيديو ده ادعمنا بلايك وسبسكرايب، ونشوفكم فيديو جديد من سيوة، وسلام.